السلام عليكم. لو مستعجلين ومش عارفين تعملوا فطار ايه، يلا هنعمل مع بعض فطار المستعجلين في ثواني، حتى بايديكي مش هتلمسي. ايوه، ما احنا مستعجلين بقى. هنقطع معانا كده بصلتين اتنين كبار، ومعانا 3 فصوص توم، وكمان معانا نص كيلو لحمة مفرومة. ننزل بكل بقى ده كده معانا في الكبة عشان ايه ننجز في الوقت. وهنحط البهارات بتاعتنا: ملح، ومعانا فلفل اسمر، رشة من الكزبرة كده، معلقة محترمة كده بتدي طعم جميل قوي، الكزبرة الناشفة، و7 بهارات معلقة، وبشرة بسيطة خالص خالص من جوزة الطيب. حاجة بسيطة خالص يعني ما بتذكرش. ونضرب ده كله في الكبة، ونرجع نحط معلقة بيكنج باودر ومعلقتين كبار بقسماط، ونضربهم تاني كده مع بعض. ونيجي بقى على الصينية بتاعتنا ندهنها زيت، وننزل بقى بالكمية بتاعتنا كده من الكبة. لو أول مرة تتابعوني، ده مطبخ سعاد. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وكل سهل. اللي مشتركش يشترك، واللي مشترك حط لايك وكومنت حتى لو هتصلوا على النبي. وننزل كده ايه اللحمة بتاعتنا كلها في الصينية، حتى برضو ايدينا مش هنلمسها، نحط نقطة زيت. ونجيب معانا كده النشابة او المدرج زي ما بيقولوا كده، ونسويها كلها كلها سوات واحد. بعد ما خلاص كده سويناها كلها كلها، خلاص كده نجيب معانا ايه سباتولا كده بس عشان نسوي الحرف، يبقى كده خلاص خلصنا يعني. لا صبعنا ولا ورق زبدة ولا أي حاجة. هنعمل لهم النهاردة كباب تحفة في الفرن، مش هياخد أي وقت ولا مجهود ولا أي حاجة، وسهل جدا وطعمه تحفة 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 والله. طبعا بقى عايزة تقطعيه أكبر أصغر زي ما انتي عايزة، هنقطعه مع بعض كده بالطول وبالعرض في النص وخلاص، يعني مش محتاج أي حاجة. طبعا لو انت حابة تقطعيه أصغر أكبر مكعبات زي ما تحبي قطعيه. بس هنقطعه كده من النص وخلاص. كده كده خلصنا الفطار بتاعنا. وعلى الفرن درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص عشان ما تتحرقش مننا. ونعمل بقى شوية طحينة ونحمر بطاطس وسلطة، ويبقى كده أحلى فطار. الطحينة بتاعتنا أنا كنت عاملاها معاكم أول رمضان. ننزل ناخد منها شوية كده على شوية زيت وشوية فنجان لبن، وكده أسهل وأسرع طحينة. شوية ملح، شوية كزبرة، ورشة توم باودر. ونقلب بقى كويس كويس كده معانا بالشوكة، ولا هنحتاج في كبة ولا أي حاجة. دي أسهل وأسرع وصفة للطحين. بس كده الكفتة في الفرن، البطاطس على البوتاجاز، الطحينة بتتعمل، الفطار في نص ساعة يكون جاهز، يعني مفيش أسرع من كده فطار. خلاص كده نعصر بقى عليها عصرة ليمون ونحطها على جنب كده، ونحطها في الطبق اللي هنقدم فيه. ونطلع البطاطس بتاعتنا والكفتة، ويلا تعالوا نشوف ايه رأيكم بقى. أسرع من كده مش هتلاقوا أصلا.
وكمان طعمها لذيذ جدا جدا، وتحفة تحفة تحفة، لازم تجربوها لأنها بجد لذيذة جدا. تعالوا بقى كده نشوف واحدة كده وريها لكم. تعالوا، ده ايه، هي لسه سخنة شوية. تعالوا اوريكم بقى. شفتوا المرونة؟ يعني مش عارفة اقول لكم ده كباب ولا كفتة ولا ايه من جماله بصراحة. بجد بجد جميلة جدا جدا جدا. يعني شفتم؟ لذيذة قوي قوي، وهتحبوها جدا وهتعجبكم. لازم لازم تجربوه. يلا بقى تعالى كده ايه نعمل لهم بقى سندوتشات تبقى جاهزة كده على الفطار، ما تاخدش اي وقت. شفتوا اللون بتاعها جمالها؟ شوية بطاطس وشوية طحينة وشوية سلطة، وأحسن من كده فطار وأسرع من كده طبعا مش هيلاقوا. ناخد شوية طحينة كده. يبقى كده ايه، فطرناهم فطار من بتاع بره بس من جوه، بس أسرع من كده مش هيلاقوا. أيوان، شوية خس كده وشوية طماطم، عملنا لهم سندوتش كباب. ايه رأيكم بقى؟ يستاهل كومنت حلو كده ولايك منكم وتشجيع عشان الفيديوهات تترفع. واشوفكم تاني ان شاء الله في مطبخ سعاد فيديو جديد، وصفات سهلة وسريعة. شكرا من قلبي لكل اللي بيتابع الفيديو للآخر. كل سنة وانتم طيبين بقدوم العيد ان شاء الله، يعود عليكم الأيام بالخير والسعادة. حطوا لايك بقى لو لسه ما حطيتوش. جربوه، اكتبوا لي في الكومنتات.